بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عسلامة البنات، عسلامة حباباتي خواتاتي، واش حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا ملاح وصحتكم لاباس. واش عامل فيكم رمضان؟ انا الحمد لله، ان شاء الله تكونوا لاباس نتوما تاعنا. رمضان راهو ما يغلب ما يتعب ما حتى حاجة، غير احنا برك لي نعملوا سبة برمضان. نرحب المشتركات الجدد اللي انضموا لقناتي، والمشتركات القدام نقول لهم نتوما مالين الدار، نتوما خواتاتي نتوما بناتي. والمشتركات الجدد اللي انضموا للدار نقول لهم مرحبا بكم بالدار ليكم والعتبه لينا. اليوم ان شاء الله البنات جيت نشارك معاكم نص تاع رمضان. احنا تعرفوا عندنا عادات وتقاليد ما نقدروش يعني ما نقدروش نتخطاوهم، ما نقدروش نعديو على هكاك مرور الكرام كما يقولوا. لازم 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 العادات تاعنا لازم نطبقوها. ليلة النص تاع رمضان احنا تعرفوا يعني الشرق بصفة عامة ولا الجزائر بصفة عامة، الجزائر بصفة عامة يعني نديروا هكا معجنات يا شخشوخة يا فطير يا كسكسية. في الجزائر يديروا العاصمة يديروا الرشتة. كل واحد كيفاه. هنا نحنا عندنا في الشرق ضروري ضروري أساسية، حاجة أساسية ما نقدروش نبطلوها، شخشوخة الضفر ولا الفطير. أنا داري محبين تاع يحبوا الشخشوخة الضفر، قلت ندير لهم شخشوخة الضفر ونشارك مع خواتاتي مع بناتي مع حباباتي. كاين البنات صغارات هكا ما يعرفوش هذه الحوايج تاعنا تاع بكري، العادات يحبوا لي غراتان ويحبوا لي سوفلي ولا محمر ولا مجمر. قلت نشارك معاهم هكاكا يديو فكرة، وراح نعطيكم واحد الأسرار. يعني أنا ديما كي نطيب شخشوخة يقولوا لي الشخشوخة تاعك تجي حمراء وما تجيش معجنة. دوك نعطيكم الأسرار بالتفصيل، تبعوا برك الآخر تاع الفيديو دوك تشوفوا زي ما بالتفصيل نعطيها لكم. أنا حطيت دجاج، عندي دجاج حطيت الدجاج. هي شخشوخة الضفر عادة نجيب الدجاج ولا باللحم، هي أصلًا باللحم تجي. وكي تحطي لها اللحم ما تحطيش تحطي لا توابل لا توم لا حتى شي. بالدجاج هاو لازم نحطو نبنو، تعرفوا الدجاج ماست ما فيه حتى شي. أنا حطيت أطراف تاع الدجاج وحطيت بصل وتوم، رحيتهم في الميكسور مليح وحطيتهم. حطيت قليت البصل هو الأول، شوية زيت، اللي تحب تحط شوية زبدة ولا سمن. أنا ما يحبوش يعني السمن بالأخص ما يعني ما طيبش به ديما، إذا ممكن طيب شوية زبدة. بس حاجة زبدة راح نعملها من بعد في الشخشوخة. ما حطيتش، حطيت غير زيت والبصل مع الدجاج وحطيته تقلى مليح مليح حتى يبدا يدوب هذاك البصل. هذا سر من أسرار، يعني سر من أسرار تاع التقلية كل مش غير تاع الشخشوخة. البصل تحطيه هو الأول مع الزيت مع اللحم، وتحطي الملح وتخليه يتقلى مليح حتى يدوب البصل يسيب هذيك الحلاوة على ديك الطماطم نحطه. وما تجيناش حامضة على خاطر البصل فيه نسبة تاع حلاوة ونسبة تاع سكر يسيبها. هنا نروحوا للتوابل. هنا شوفوا الفلفل أكحل، حطيت شوية فلفل أكحل وحطيت ربع مغرف راس حانوت. أنا نحط راس حانوت في الدجاج، كاين اللي ما يحبوش يحطوا في الشقشوقة. أنا كي نطيبها بالدجاج نحط، ممكن باللحم ما نحطش خاطر اللحم بنتو فيه يعني ما يسحقش تحطي له حتى حاجة. حاجة كي طيبها باللحم ما تسحقش تحطي لها لا توابل لا توم لا حتى حاجة، بنة اللحم تكفي. الدجاج ماست لازم نحطوا التوم ونحطوا راس حانوت ونحطوا. حطيت شوية فلفل أحمر وشوية فلفل أحمر حلو وشوية فلفل أحمر حار وشوية فلفل أكحل وراس الحانوت. وهنا شوفوا هنا قاعد ندير لكم خاطر التصوير شويه مقلقني. انا نقلب لكم البرمه باش تشوفوا السر، تقلي وتعاودي تقلي وتعاودي، راهو السر في التقليه تاع البرمه. شوفوا زي ما حتى البرمه سيبت زيتها. تعرفوا نقولوا احنا حاجه كيما الملوخيه نقولوا بسقت زيتها ولا خرجت زيتها ولا يقولوا وقفت على زيتها. هنا شوف وقفت على زيتها، شوفوا زي ما الزيت يخرج من الفوق. سيبوا الطماطم هذيك والبصل تقليو كل دخلوا في بعضهم ويولي الزيت هو اللي عايم من الفوق. هنا نجيب الماء سخون نمرق البرمة تاعي. يعني تمرقوا عقد الدجاج ما يديش طياب ياسر، يعني الدجاج ما يستهلكش ياسر طياب. مرقت عقد تغطى لي الدجاج وطيشت زوز كعبات سنارية هنا هكاكا تاني نقولوا باش يمصوا الحموضة. واحدة مرة تونسية قالت لي واش بيكم تحطوا السفنارية في الماكلة؟ نحطها في الجارية، أنا نحطها في شخشوخة في أي حاجة تمص الحموضة شوية هذيك تاع الطماطم. ونقفل على برمتي ونخلّاها كيما الدجاج قليته مليح وتقريبا كلش تقلى كلش داخلو طياب. نقولوا 5 دقايق 10 دقايق في لاكوكوط ونطفي. شوفوا زي ما طابت هنا، جات حمرا خضرا واقفة على زيتها. هنا حطيت لها قرين فلفل حار وشوية حمص طايب. أنا الحمص عندي يكون جامش وطايب راني حطيته في الأول. أنا نطيبو الحمص نرنخو ونطيبوه ونحطه في الكونجيلاتور ونخليه كي نسحقو نلقاه. هنا الشخشوخة تاعي هاي تفور وحدها، حطيتها في كسكاس وخليتها تفور. عملت شوية كمية صغيرة برك ما عملتش ياسر. وتبعوني للآخر دوك تشوفوا كيفاه كي نسقيها ونشربها يعني نعمل لها اللازم تاعها كل. تشوفوا تجي ما شاء الله حمرا وبنينة تسخّف. وهنا راح
راح نطيب معاك مرقة حلوة. أنا عادةً في رمضان ما نطيبش نهار النص ولا هاكا ليلة 27، نطيب غير شخشوخة ولا فطير، ما نطيبش ياسر باش نقولوا الماكلة هكاكا ما تقعدش يعني تطايش وخسارة. ولدي سخاف على المرقة حلوة قال لي: "عندك ياسر ما طيبتيلناش." أنا طيبتها أصلًا في الأول تاع رمضان طيبت شوية بركا، كنت كم جاتني ظروف تاع الجنازة يعني كي رُحت ما كمّلتش. درت شوية مرقة حلوة، طيب مرقة حلوة سامبل ما فيها لا تعقيدات لا يديك لا يجيبك، مرقة حلوة تاعنا تاع بكري، بكري، بكري كنا نطيبوها بالزبيب وعين بقرة والمشماش، والصلاة على النبي، لا فيها لا كيوي لا أناناس، بالرغم اللي عندي الأناناس مخبي بصح ما عملتها سامبل خلا ما عملت فيها حتى شي. البنات هنا قولوا لي واش حوال وليداتكم مع النقاط راهي على بالي شوية روتار بصح راهي النقاط كارثية، يعني اكتبوا لي في التعليقات اسكو نتوما يعني كل ولاية من الولايات الكل، خاطر إحنا هنا عندنا في الشرق يعني تقريبًا الناس اللي نعرفهم الكل وحباباتي، فاميلتي، اللي تقول لك أنا ولدي طاح، أنا المدرسة كي رُحت لقيت المعلمين الكل يشكيو، لقيت الأولياء يعني الكل يشكيو، قال لك التلاميذ طاحوا سقوط حُر كما يقولوا. ما على باليش وعلى كاني قالك من رمضان هما أصلًا رمضان ما داروش امتحانات في رمضان، داروا امتحانات قبل رمضان، حفظوا قبل رمضان، يعني اللي يريفيزي قبل رمضان مش غير في رمضان. رمضان ما عندوش علاقة ما على باليش وعلاه. المعلمين أنا تاني ولدي ما نكدبش عليك حتى ولدي طاح، جيراني ولادهم، حباباتي، اللي تحكي معاها كل تقول لك ولدي كارثة، ولدي ما جابليش معدل مليح، في التريمستر الأول خدم، في التريمستر الثاني ما خدمش، حتى المعلمين كي رُحنا استقبال قال لك عندهم بالأخص الأقسام النهائية يعني الBM والباك راهي كارثة. البنات أنا عندي BM وعندي باك، ادعيوا لي إن شاء الله ربي يفرحني وربي ينجح لي وليداتي، راني خايفة واش نقول لك، الرعب كتني صح. نقول خلّاها على ربي بصح كي نتفكر باللي قارب الBM وقارب الباك نخاف تعرفوا يعني كيما يقولوا واحد الله يكون في العون فما بالكم بزوز، يعني ضربتين في الراس يدوخوا كما يقولوا. ادعيوا لي إن شاء الله ربي يوفق لي وليداتي وربي ينجحهم. هنا المرقة حلوة ما صورتهاش معاكم دوك نحطها لكم في فيديو وحده خاطر عندها كاين واحد التدابير هكا صغيرة ديروها باش المرقة حلوة تاعكم تجيكم بيضة يجيكم أصفر اللون تاعها ما يجيكمش أحمر ولا أكحل ولا يجي اللون تاعها شفاف شوفوا زي يجي شفاف ما شاء الله. اكتبوا لي البنات في التعليقات قولوا لي وليداتكم اسكو خدموا لكم ما خدموا لكمش، جابوا معدلات. إن شاء الله اللي تعب. والتاني إحنا ولادنا وشوية عندهم الاستهتار مع التليفونات مع اللعب، ما أنا شخصيًا ولدي نهار كامل هو تليفون، يحكم تليفون، هاو يلعب في الجو، هاو يدخل في هاديك les jeux أنا ما نخليهش يدخل تيك توك وهاديك الحوايج مانعتهم يعني، بنتي الكبيرة تعرف صلاحها بصح الصغير نخاف عليه، ما نحي له أصلًا تيك توك مش مخليته لا يدخل لا في تيك توك لا في فيسبوك لا حتى شي، غير الفيسبوك عملت له جروب تاع المراجعة يراجع مع صحابه يعني داخلين فيه هو وصحابه ويديو هكا أفكار من عند بعضاهم ويقعدوا يراجعوا يديو أخبار من عند بعضاهم الجروبات تاع المراجعة ويكونوا تاني ثقة حتى الجروبات يكونوا ثقة مش أي جروب يعني يدخل فيه ولدك شوية يخوفوا. بصح حاجة أخرى ما نخليهش غير لي جو يدخل يلعب في لي جو بصح التيك توك هذاك الكوارث اللي قاعدة تصرى ما نخليهش يدخل نقول مهما يشوف ما يتأثر ما إن شاء الله ربي يقدّرنا وإن شاء الله الإنسان يوقف شوية على وليداته خاطر المسؤولية كاين كان ولدي ما طاحش تاع المعدل يعني فوق المعدل بصح طاح بالنسبة للتريمستر الأول. التريمستر الأول خدم مليح بصح التريمستر التاني طاح لي شوية، يمكن استهتار تاني منه هو شوية أنا ترخيت عليه يعني هاكا ما وقفتش عليه مليح قلت هاو عنده المعدل هاو يقرا نورمال، بصح تاني شوية لازم نوقفوا على وليداتنا خاطر التريمستر الآخر راهو قصير ما فيه حتى حاجة يعني شهر برك يقراو ويدخلوا شهر تقريبًا شهر ويبداو الثلاثي الآخر يعني ما بقاش فيها ما بقى حتى شيء، حتى أصلًا البيام والباك هم قريب ما عنده يفض رمضان صايي لا فض رمضان ما بقى حتى شي، رمضان هو دخل البارح أصلًا هو إحنا قريب إحنا قريب سي بون إحنا اليوم في النُص أو قريب يفض ما عنده ما بقى. كان بداو في الجاتو تبداي في الكسوة الناس اللي كسات ولادها أنا مازال ما كسيت ما درت جاتو ما درت حتى حاجة اكتبوا لي في لي كومونتير البنات اللي كساو في الشرق هنا كيما احنا في عنابة يعني ما خرجت ما درت ما حدش اللي عندها فكرة هكا على القشوين قش تاع ذكورة بالأخص أنا
يما عاد تكرهوا لي يروح مع باباه، يتعارك مع باباه، ما يعجبوش اللبسة تاع باباه، يقولوا أنت تاع بكري وما تعرفش تشري تاع دركا. أخته هي اللي تحاول، تعرفوا لي جان قد بعضاهم هكا قراب لبعضاه، مي نحاولها تروح معانا باش تخير له هي، وما كيكو ما يقبلش أي حاجة يعني. كيكو ما يقبلش أي حاجة، يقول لي هادي ملاحة هادي مش ملاحة، هادي هكا هادي هكا. ان شاء الله ربي يقدرنا وربي يوفقنا. البنات اللي من الشرق يكتبونا كش ما كاين قش جديد، كش ما شريتوا لبسه تاع العيد، من شكيتوا ولادكم. نديو فكره من عند بعضنا، ندي حتى لي بري، ندي افكار. شوفوا المرقه حلوه تاعي هنا وقفت على مش وقفت على زيتها كيما شخشوخه، انا توقف على عسلها. المرقه حلوه جات واش نقول لكم ثقيله وعاقده. البويون تاعها أصفر كي زعفران، بالرغم ما حطيتلهاش، المفروض يحطوا لها زعفران، ما حطيتلهاش الزعفران، بصح جات واقفة، جات ما شاء الله، جات صفرة. أنا قاعدة نعدلكم في هذه. شكون اللي يعرفها البنات هذه؟ كاين بنات صغارات ما يعرفوهاش. أنا بنتي كي شافتها قالت لي واش هذه قاعدة كي النجمة، قلت لها الشكل قاعد كي النجمة، ريحة ملاحة طيبة ما شاء الله. بصح شوفوا الغش هنا قاعدة نعدلكم. أنا كي شفتها في المحل شفتها نجوم كبار يعني، الله يبارك ما شاء الله. كي تحطها تهبل. بصح من بعد كي وزن لي وجبتها للدار لقيتها منتشة. شوفوا الغش يعني وين يوصل. هنا نرجعوا للشخشوخه تاعنا. هنا نشوفوا البنات ديروا لاستيوس هذه وديروا لي جيم واكتبوا لي تعليق وديروا لي بارطاج الفيديو باش هكاك قناتي تكبر. هنا نعطي لكم لاستيوس باش تجيكم شخشوخ حمراء ما تجيكمش بيضة. اول ما تنحاها سمحوا لي. هنا الشخشوخه تاعي فارت وهي سخونه، نجيبها نحط لها مغرف تاع زبده. هنا عندي تقريبا كيلو تاع شخشوخه، نحط لها مغرف تاع زبده ونحكمها نحركها مليح، ندخل فيها هذيك الزبده حتى تشربها. هذه التدبيره الاولى باش الشخشوخه ما تعجنلكش، تتغلف بالزبده، تتغلف كي تحطوا لها البيون تشرب البيون على قد ما تقدر، ما تعجنش. والتدبيره الثانيه، شوفوا جيبوا الراس تاع البرمه هذا، البرمه تاعكم مزيده هكاكا مزيته وطافي عليها البرمه، خاطر كي تطفي على طافي على البرمه يركح الزيت هذاك من الفوق. تجيبي هذاك الراس تاع البرمه وتحكمي تشربي به شخشوخه كامله تصبغيها تولي حمرا. شتاها زيما اللون دركا راح نشربها بالبويان. بس حبيله حطيت لها غير الراس تاع البرمه، نهز بشويه بلالوش ونحط الراس تاع البرمه ونحركها مليح ونخليها يولي اللون تاع الكعبه تاع الشخشوخه احمر. من بعد كي نشربها بالبويون ما تروحش لا كولور تاعها، ما نروحش اللون يقعد احمر. شوفوا زي ما لونها احمر، راني قاعده نشرب فيها بصح لونها احمر. هنا حطيتها في البرمه، انا شخشوخه نشربها في البرمه ما نشربهاش في الكسكاس، في البرمه ونحط لها البويون حتى تتغطى. كي تتغطى نغمها ونخليها. انا قاعده نصور لكم يعني فوق الكويزينيير واحد هكاك بعد سخونه باش تديو فكره يعني. هنا من سربيت فطوري. شوفوا الشخشوخه دوك نصورها لكم بالتفصيل. هنا غير الإضاءة برك ما عطاتهاش حق، هاي حمرا. واش نقول لكم كيما الكعبة تاع الطماطم الحمرا هذيك، جات بنينة ومفرفتة وكل كعبة وحدها تهبل. شوفوا هاي هنا نصور لكم فيها مازالت تغلي تفور هاي فوق انا بالطبع تعرفوا كلي راكم تعرفوا هذيك على هذيك ما صورت لكمش ياسر خاطر المغرب كان قريب يأذن نحب الطابلة تاعي يعني كل سخون، ما نحبش هذيك الطابلة نوجدها على 6 ولا على 5 ونص ونخليها تقعد ترخم كما يقولوا. أنا في ساعة يعني كملت وحطيت لهم. شوفوا زي ما جات ما شاء الله، جات بنينة بنينة بنينة، شهيتكم في الجنة البنات إن شاء الله. تقتل بالبنة وكل كعبة وحدها. شوفوا زي ما خاطر كاين شخشوخة هذيك اللي تجي معجنة تلبز هكا نقولوا احنا تلبز، ماهيش معجنة كل كعبة وحدها، مع قرين فلفل أخضر مع الكعبة هذيك السنارية. شوفوا زي هذا هو اللون تاعها الحقيقي. شوفوا زي ما حمرا كيفها كيف صحن تاع الفخار شوفوا جات الله يبارك تهبل. البنات اللي وصلت هنا دير لنا جيم وتكتب لنا تعليق، وبصحتكم إن شاء الله في الفيديو جاي إن شاء الله.